التثاؤب واحد من أغرب الحاجات اللي جسم الإنسان بيعملها من غير ما نفكر فيها. يعني مجرد ما جسمك يحس بحاجة تلاقي بقك أتفتح، نفس عميق طلع، وعين قفلت سنة صغيرة، وتحس براحة بسيطة. بس ازاي ده بيحصل وليه؟ العلماء زمان كانوا فاكرين ان التثاؤب مرتبط بالاكسجين، يعني لما جسمك يبقى عايز اكسجين اكتر يخليك تتاوب عشان يدخله زيادة. لكن مع الوقت اكتشفوا ان الموضوع اعقد من كده بكتير. فيه نظريات جديدة بتقول ان التثاؤب بيحصل لما مخك يحتاج يروق نفسه او يغير حالته. يعني مثلا لو زهق، قلقان، مجهد، او حتى مركز زيادة عن اللزوم، مخك بيبعت اشارة لجسمك انه محتاج يعيد توازن النشاط فيخليك تتاوب. طيب ليها بقي التثاؤب معدي؟ دي واحدة من الظواهر اللي العلماء لسه بيبحثوا فيها، بس أقوى تفسير عندنا إن التثاؤب بينتقل بين الناس بسبب حاجة اسمها المرآة العصبية، وهي خلايا في المخ بتخليك تقلد اللي قدامك من غير ما تحس. يعني لو شفت حد بيتوب، مخك تلقائيا يلمس نفس الحالة ويحاول يقلدها، خصوصا لو الشخص ده قريب منك أو أنك مهتم به. عشان كده تلاقي العدوى بتحصل مع أصحابك وأهلك أكثر من إنها تحصل مع حد غريب. وفيه كمان تفسير مرتبط بالتعاطف، يعني لو أنك شخص حساس أو بتركز في مشاعر غيرك نسبة إنك تتاوب بعدما تشوف حد بيتوب بتكون أعلى. لكن هل التثاؤب معناه إنك عايز تنام؟ مش دائما. التثاؤب مش دليل مباشر على النوم، لكنه بيظهر قبل النوم لأن جسمك بيبدأ يهدى ويقلل نشاطه، فالتثاؤب هنا بيقي جزء من الاستعداد. إنما في الوقت نفسه ممكن تتاوب وأنت صاحي جدا، أو حتى وأنك قاعد في مكان مهم زي محاضرة أو اجتماع، وده بيقي بسبب تغير في مستوى التركيز أو احتياج مخك أنه ينعش نفسه شوي. وفيه دراسات بتقول إن التثاؤب بيساعد في تبريد المخ، يعني لو مخك سخن من التفكير أو الضغط، التثاؤب يساعده يهدى ويرجع يشتغل بكفاءة. وده يفسر ليه بنشوف ناس بتتاوب قبل المذاكرة، قبل الامتحانات، أو حتى وأنت مش حاسس بنعس خالص. كمان الحيوانات بتتاوب زي زي الكلاب والقطط، وده بيؤكد أن التثاؤب وظيفة طبيعية في الكائنات الحية، مش حاجة غريبة على الإنسان بس. حاجة لطيفة كمان، العلماء اكتشفوا إن الأطفال أقل عرضة إن التثاؤب يعديهم مقارنة بالكبار، وده لأن المرآة العصبية عندهم لسه بتتطور. يعني كل ما تكبر كل ما إحساسك بالناس حواليك يزيد، وبالتالي قابلية التثاؤب المعدي تزيد. وفيه ناس بتتاوب لما تتوتر، وده لأن الجسم ساعات بيحاول يروق نفسه من القلق من خلال التثاؤب. ولو ركزت شوية تلاحظ إنك أحيانا بتتاوب لمجرد إنك سمعت كلمة تثاؤب أو شوفت حد بيفتح بقه حتى من غير ما يتاوب كامل، وده لأن مخك بيترجم الإشارة أسرع مما أنك متخيل. يعني في النهاية التثاؤب مش فعل بسيط، ده رد فعل بيجمع بين المخ والمشاعر والحالة الجسدية، وكلها بتشتغل مع بعض. ومع ذلك لسه مش فالهمينه 100% لحد انه ترد. بس اللي نعرفه أكيد إن التثاؤب حاجة طبيعية وصحية، وبيساعد مخك يضبط نفسه، وده السبب اللي بيخليه يحصل قبل النوم، وقت الملل، وقت الضغط، ومع الناس اللي بنرتاح معاهم. وخليني أسألك سؤال أخير، أن دلوقتي تاوب ولا لسه؟ لو تاوبت فده أكبر دليل إن المخ فعلا بيتأثر بالإشارة حتى وأنك مجرد بتسمع كلام عنها. ولو ما تاوبتش يبقى أنك من الأقلية اللي مخها مش بيتأثر بسهولة. وفي كل الأحوال أتمنى تكون فهمت الموضوع ببساطة، ولو عجبتك الفكرة تستنى الفيديو الجاي.